بصوا، يعني مش عارفه اقول ايه. يعني الدولاب ده تقريبا انا هقعد اطبقه اهو. دي المره اللي من ساعه ما رصيت لبس الشتاء كده في الدولاب، يعني دي المره مثلا نقوله العشرة مش ببالغ والله، اللي هطبق فيها الدولاب. بصوا ده دولاب بنتي الصغيره، بس برضو يعني ده ما يرضيش ربنا. بصوا، انتوا عارفين انا حاطه حاجتها الداخليه في الباسكت ده، قلت لكم قبل كده. انا ظبطته دلوقتي يعني على السريع كده. علقت لها الجواكت على الشماعات، وعشان الحاسه يعني المساحه نفسها هنا مش كبيره قوي، فبضطر ان انا احط مثلا جاكتين مع بعض، اللي هي الفيستات القط دي مع بعض، البلطوهات مع بعض كده، عشان دي لبس المدرسه، علشان خاطر بس ما ياخدش يعني عدد شماعات اكتر، مش هيكفي يعني، انتوا فاهمين، مش هيكفي. بس يعني مش عارفه اقول ايه. مش عارفه ابتدي منين. المهم ان انا هبتدي، يعني كده كده لا مفر، هبتدي. بصوا اوريكم اللي في الارض. بصوا ده غسيل اصلا المفروض ان هو نضيف، كان متطبق. بصوا هو واضح ان هو كان متطبق. كنت حاطاه على السرير هنا على اساس هرص الدولاب وكده. فجيت ما قدرتش، يعني ما قدرتش ارص الدولاب امبارح، الكلام ده كان من امبارح. فهي لما جت تنام بقى كل ده اترمى في الارض. فهضطر بقى ان انا امسك ده كله واطبقه تاني دلوقتي. انا كنت ابتديت اهو، بس قلت اصور اوريكم المنظر قبل وبعد. انا روقت الغرفه الاول قبل ما ابتدي اعمل اي حاجه، عشان اقعد بقى على روقان كده يكونش ورايا حاجه. فابتديت ان انا اطبق في الهدوم، هاخد ده كله اطبقه وارصه في مكانه، يعني احطه هنا وبعد كده ارجع ارصه في مكانه. انما بقى اللي في الدولاب ده انا هعمل كده هنا، انما اللي في الدولاب هنا ده هقعد له بقى في الارض كده، وانزل صف صف قدامي واطبقه. مش عارفه يعني بجد. بصوا خليكم بس فاكرين المنظر قبل، عشان لما تشوفوا المنظر بعد تعرفوا الفرق. والله حقيقي احنا بنتعب يعني بجد. احنا لبس الشتاء متعب جدا في تطبيقه على فكره. يعني أنا بالنسبه لي عادي لما الدولاب بيتكركب في الصيف، عادي بقعد وبعمله كده. انما بصوا يعني في الشتاء الوضع بيبقى صعب شويه. الضرفه دي مش عايزه تتفتح اكتر من كده، مش فاهمه ليه. فين مش هو على العموم مجرى الدولاب اصلا باظ. بصوا، بصوا المجرى، الخامه نفسها. بصوا انا قلت لكم قبل كده ان الضرفه وقعت. بصوا شايفين المجرى عمل ازاي؟ الخامه نفسها خفيفه فاتطبقت. بصوا انا ممكن انا اتني بايدي. بصوا بيطلع في ايدي ازاي. الخامه نفسها خفيفه فاتطبقت بفتح الظرف وقفلها. يعني فتح الدولاب وقفله على المجرى خلاه وصل للحاله دي. فعشان كده عرفنا بقى ضرفه الدولاب وقعت ليه. فاحنا ان شاء الله هنغير ده وده، مش دلوقتي طبعا يعني، الظروف لا تسمح حاليا. الماديات بعافية شوية، فمش هينفع نعمل اي حاجة دلوقتي. عشان كده انا بصوا لازال هنا محطوط، ما تشيلش من مكانه، مش هشيله، مش هحطه ولا هخاطر واحطه. لان اساسا بفتح دول وبحرص كده، وانا خايفة عليهم والله. يبقى اقول لهم سيبوه مفتوح، مش مهم يعني، عندي سيبوه مفتوح احسن ما يقع على حد فيكم. ففي هنا ضرفتين موجودين اهو، بس التالتة زي ما قلت لكم وقعت واتجرحت خالص من فوق. فداهم الحمد لله على كل حال، الحمد لله بتيجي على قد كده. فزي ما قلت لكم بقى انا بتعامل مع الدولاب على انه ضرفتين بس. فهبتدي بقى دول الرفين بتوع بنتي الصغيره ده بتاع متظبط وانا مش هظبطه. فيلا بقى على السريع هشوف هنقعد نعمله مع بعض ولا هعمله واوريكم في الاخر، عشان انا دخت من المنظر اصلا. بصوا طبقت كل اللي كان في الارض هنا اهو. وطلعت البيجامه اللي هي كانت لابساها خلاص بقى هتتغسل. ده اللي كان في الارض، ده الغسيل اللي كان نضيف واتقلب في الارض وقت النوم. وده هيتعلق. وليه ما عملتهوش امبارح؟ لاني والله تعبانه يعني. الحمد لله انا بعمل شغل البيت ربنا العالم بعمله ازاي يعني. فعلى قد ما اقدر عملت جزء الشماعات وكده، وما قدرتش صراحه اعمل حاجه تاني، وسبت الغسيل زي ما هو هنا على اساس بقى هعمله لما اريح شويه. بس ما قدرتش صراحه اقوم اعمل حاجه تاني. ده هيتعلق على شماعات، وده هيترص بقى مع اللبس اللي انا هطبقه لسه في الدولاب. قلت اوريكم انا وصلت لايه. بصوا بقى دخلت ابتديت اشيل رف يعني، انزل الحاجه اللي بلاقيها متطبقه انا احاول انزلها بطبقتها زي ما هي عشان ما اغلبش فيها تاني. بس هو في العموم كان الغالب يعني مش متطبق، يعني اللي دراعه طالع، اللي الرجل مفكوكه من الترنج كده. وكان في حاجات كمان هنستغنى عنها، فقلت اشيلها على جنب كده بالمره عشان ما بقاش انا بطبق كل مره وبحطهم ما بيتلبسوش. هي قالت لي من الاخر انا مش هلبسهم، فقلت اديهم لحد هو اولى بيهم يعني، يستنفع بيهم بدل ما هم مركونين في الدولاب ويجوا يصغروا عليها ولا ينفعوها ولا ينفعوا غيرها.
فزي ما انتم شايفين كده ابتديت اطلع الرف الاولاني ده كان فيه بقى الدفايات على ترنجات، وكان دخل فيه طبعا بناطيل وحاجات مش في مكانه. فبصوا انا بحب التطبيقه دي، اللي انا اطبق التيشيرت كده من الدراعات من الجنب واحطه جواه البنطلون واطبقه، فيبقى كل ترنج التيشيرت جواه البنطلون بتاعه. نفس الحكايه بعملها لو طقم خروج مع بعضه، يعني لو تيشيرت وبنطلون هما الاتنين طقم خروج بعملهم كده، بس ده في الغالب بيكون في طقم الخروج بتاع الصيف مش الشتاء. بقى منظر من بعيد ده كل قلب الدولاب اللي كان في قلب الدولاب نزلته هنا اهو. وايه بقيت اطبق زي ما انا قلت لكم انا بحب التطبيقه دي قوي، اللي هو اطبق التيشيرت واقوم عامله جواه البنطلون لفهم الاتنين مع بعض كده، بالنسبه لي اسهل وانا بطلع اللبس او انا بدخله. هي كمان مسكبقه شراباتها عملتها رولات حطيتها السبيته دي، على فكره كنت انا جايباها وانا بنقل، كنت حاطه فيها حاجات كتير نفعتني جدا، فهي زي الفل وفرشاها من جوه مشمع في ظهريتها من ورا وكده، ورصه فيها بقى الرولات والحاجات دي. يعني جيت اسال على بسكوتات اللي هي التخزين والحاجات دي، لقيت اسعارها بقت غاليه قوي 100 وحاجه. فانا كنت محتاجه ولا اربعه او خمسه، لاني حاطه في اللاب توته لوحدها 3، وحاطه عند اختها 1، وعندي انا 1، فكنت محتاجه كتير، فكانوا هيخشوا في مبلغ صراحه. فاما انا قلت طب ما انا عندي الزبده دي ما رضيتش استغنى عنها وانا بنقل صراحه، ونفعتني والله. حاطه زي ما انتم شايفين بصوا لما كتير قوي. لبس الشتاء في العموم بيبقى كتير، لان بيلبسوا اكتر من طبقه تحت بعض كتير يعني عشان يتدفوا وكده، فتلاقي بقى حواراته كتير كده. فخلاص هخلص انا اوريكم بقى. واخيرا اقدر اقول خلصت. بصوا دي حاجاتي احنا استغنينا عنها، هي مش بتلبسها، فهديها لحد يعني. فطلعتهم بدل ما كل مره بطبق الدولاب برجع احطهم فيه تاني. يعني ترنجات ما شاء الله بتاخد مكان كبير، فهي قالت لي انا مش هلبسه تمام. فطلعتهم بقى هديهم لحد، وتعالوا بصوا الدولاب. واخيرا يا ولاد خلصت، انا مش مصدقه نفسي. يعني تطبيق الهدوم من الحاجات التقيله على قلبي شويه، ما بحبش ارص اللبه، عشان كده وانا برص لبس الشتاء بقيت اكد عليها اقول لها ايه، عشان هي اكتر حد بينقض دولابه يعني. حافظي على الدولاب، ما تكركبيش الدولاب، تطبيق الشتوي مش سهل. فبصوا اللي زي ما قلت لكم الزبده دي صراحه يعني نفعني جدا، لان زي ما شايفين كده لفه فيها السويتشيرتات والبروفرات التقيله اللي مش بتطبق ومفيش مكان ليها تتعلق، لفها وحطها كده زي رول. نفس الحكايه عامله البناطيل، بصوا زي رول كده. دي بناطيل يعني ايه تقيله شويه خلاص، فلما بتطبق بتاخد مكان. لبس المدرسه خليته كله هنا، ودوت التيشيرتات بتلبسها تحت الهدوم، فمالهاش مكان بقى عشان ما تعكس الضرفه الناحيه التانية. بصوا بقى هنا شايفين فرق شاسع طبعا ما بين في البدايه وما بين دلوقتي. دي كل ترنجات اللي ممكن تنزل بيها من البيت خروج يعني، ده كمان وده ترنج خروج بس ما كانش لهم مكان هنا، فحطيتهم مع الدفايات بتاع البيت. دي دفايات البيت، ودي جلابيب برضو، جلاليب بتلبسها في البيت. انا خليت الجزء ده كله الحاجات بتاع البيت. نفس الحكايه دي بناطيل للبيت بتلبسها على التيشيرتات وكده، وبناطيل ترنجات ممكن تنزل بيها برضو على تيشيرتات، ودي تيشيرتات بتلبسها تحت الجواكت، تحت الجاكيت بتاعتها. ودي بناطيل استرتشات قطن بتلبسها تحت البناطيل عشان الجو ساقع. خلاص الترنج ده ما كانش له مكان هنا فخليته هنا، ده ترنج خروج برضو بتنزل بيه من البيت عادي. خليت الجزء اللي تحت ده لكل لبس الخروج، السويتشيرتات والبروفرات اهوت، والسويتشيرتات وتحتها هنا الجيب ركبت الدنيا. البناطيل اللي عادي تتطبق ويعني مش تخينه قوي فمش بتاخد مكانها عادي، حطيتها هنا. دي كل بناطيل الخروج. دي برضو سويت شيرتات، وهنا الهايكولات الصوف اللي بتلبسها برضو تحت الجواكت. فكده يفضل لي حاجه واحده بس، ان انا اجيب الوايبس والمع الحته اللي فاضله من الدولاب، اللي باينه من الدولاب دي. انا مسحت خلاص الدولاب، الحته اللي فاضله دي بس هجيب الوايبس على السريع برضو والمعها. بس انا حبيت اوريكم طبعا المنظر، يعني شفتوا قبل كان عامل ازاي وادي بعد. بصوا الله بجد يعني النظافه حلوه، لا النظافه والترتيب حلوين، يا رب هي تحافظ بقى. لا وكل مره هو اللي بقوله هو اللي بعيده، يعني ما تكركبيش الدولاب، ما تطلعيش مش عارف ان. ولبس اختها انا ماليش دعوه بيه، مش هعمله، هي تبقى تعمله بقى وهي وقت كده مع نفسها. هو متهندم مش وحش، بس في حاجات مش محطوطه مع بعضها. جزء الترنجات في حاجات جايه معاه تيشيرتات فهي محتاجه تظبطه، بس انما هو متطبق الحمد لله. هو كان همي كله صراحه، والحمل كله كان دولاب توتو. فادام دولاب توتو اتظبط خلاص انا كده اعصابي ارتاحت، هديت هديت بجد، لان هي مسافه ما بتطلع طقم بس ده كله بيتكركف. فانا حذرتها قلت لها انا اللي هطلع اللبس، ما تطلعيش انت لبس لنفسك تاني، قولي لي انا عايزه كذا وانا اجيبه، انت ما تجيبيش مش مهم يعني، انا هتعب شويه ما يجراش حاجه. بس خلاص شفتوا الخضه اللي انا اتخضيتها في الاول الحمد لله اتلمت، هي بسيطه.
انا اصلا مروقه الغرفه. عارفه اني قلت مش هعمل دولاب اختها وهي تعمله، مش بس ما هنتش عليها وعملته بصوا لها هي كمان. ظبطت لها هنا اهو، خليت لها كل السويتشيرتات اللي بتلبسها في البيت، الاسترتشات، البناطيل، خليتهم بس في الرف اللي فوق ده. الرف اللي تحت بقى خليه برضو فيه التيشيرتات اللي بتتلبس تحت الهدوم، اللي هي الباديهات اللي ممكن تلبسها تحت الجواكت، نفس الحكايه دول برضو اللي هما الكارينا، الباديهات الكارينا. التيشيرتات اللي بنص كم، هي بتحب التيشيرتات البيضه قوي، فبصوا هتلاقي عندها تيشيرتات بيضه كتير، تيشيرتات بنص كم بتلبسها تحت الهدوم. خلاص خليتهم هنا بقى جمعت لها البيجامات بتاع البيت، اللي هي الترنجات القطيفه بتاعه البيت اللي بتاخد مكان. بصوا اصلا حجم الترنج قد ايه، بصوا حجم الترنج، فبياخدوا مكان جامد، فعشان كده كانوا مبهدلين الضرفه هنا. فخلت لها هنا كل الترنجات بتاعه البيت، ترنجات دول ترنجات خروج، التلاتة دول ترنجات خروج، وحطيت لها تحتهم دفايتين بس، ودول ترنجات خفيفه يعني اللي هو الوقت الخريف مش وقت الشتاء، فخليتهم لها رول كده في النص. بصوا يعني فرق، والله فرق شاسع. انا كده مرتاح انا كده ضميري مرتاح من ناحية الدولاب. بصوا المنظر كله، يعني بجد يعني راحة نفسية والله العظيم. بصوا قلت بقى بطل عشان يبان كله. اي شايفين تندم وفرق شكله كتير خالص. معلش لو مدوخاكم معايا. انا مش قايده الاضاءه ليه، مش فاهمه والله، وبقول يا الدنيا ضلمه ليه. فبصوا يعني فرق والله. فبس ربنا يهديهم بس ويحافظوا عليه كده شويه، عشان والله انا موضوع تطبيق الدولاب ده بيتعبني في حاجه واحده بس، عشان دراعي، ان انا مدي ايدي كل شويه وانزلها، مدي ايدي وانزلها، ده بيتعب دراعي جامد. فربنا يهديهم ويحافظوا عليه كده بقى. فاضل دولاب ابني، هو مش متبهدل، بس عشان يبقى ضميري مرتاح زي ما عملت عند اخواته، اخش برضه هندم له دولابه، وابقى انا كده ايه فنشت الدواليب كلها. وللمره الكام والله يعني انا لو قلت العشرة ده انا بتالي كده يعني ايه كرماهم. بس خلاص، مع السلامة يا حلوين.